السلام عليكم شباب. الكعبة صارت أخطر من بيتي، والدليل كمية الحجاج اللي ماتت هاي السنة، من حادثة الرافعة اللي وقعت على الحجاج بنص الحرم المكي وملختهم، إلى حادثة الفندق اللي احترق واحترقوا وياه الحجاج، إلى الكارثة اللي صارت البارحة بمشعر منى. طبعا ذكرت وكالة الأخبار الفرنسية فرانس أكاد أن الأمير خالد آل سعود مر موكبه وحمايته بنص مشعر منى، مما أدى إلى تدافع الحجاج ومقتل أكثر من 1000 حاج. طبعا أخوتي، هذا الأمير 24 ساعة سكران، وأكيد البارحة هو كان سكران، واللي فوتك أنت وحمايتك بهيك مكان بهيك يوم وتفوت من يم الحجاج وتضايقهم وموتتهم كليتهم. وسمعوا الكارثة الأخرى، يصدر اليوم الصبح بيان من الديوان الملكي السعودي باعتبار الحجاج الإماراتيين والقطريين شهداء ودفنهم بالبقيع. نعمة الله عليكم يا آل سعود، وليش دفنهم بالبقيع بهذا المكان الطاهر؟ نعمة الله عليكم دنيا وآخرة. الجثث بقية الجنسيات تخلوها وحدة فوق اللوخ، وهذول دفنهم بالبقيع. إن شاء الله يجي اليوم اللي نحرر بيه الكعبة من عندكم، ونحرر قبر الرسول منكم، ونعلق راية يا حسين فوق الكعبة. تحياتي.